طبيب في اسكندرية كان إنسان تقي، وانتوا عارفين الأطباء ممكن في الأول ياخد نيابة، يبقى نائب مقيم، يبقى ماسك جناح كده بتاع مرضى مقيم. طبعا في طبيب وفي ممرضات، وفي ممرضة كده كانت شايفة نفسها عايزة تغريب الخطيئة مش قادرة عليه، فجت في آخر الجناح كده وقعدت تصرخ كأن في حد بيعتدي على حد. فالطبيب طبعا هو المسؤول طلع يجري على الأوضة، فتح الأوضة لقى هذه الممرضة شبه عارية عشان تغريه وتسقطه في الخطية. راح دفعها كده، عارفين اللي بيحدف حاجة، وطلع يجري قفل الأوضة وطلع يجري، قفل على نفسه الأوضة لغاية لما النهار طلع، وراح يجري على أب اعترافه في اسكندرية وهو بيبكي بيقول له يا أبويا كان هيحصل لي مصيبة النهاردة، حصل كيت وكيت وكيت. أبونا سماه قال له أنت يوسف الجديد، يوسف الجديد، كونوا كارهين الشر. كارهين الشر يعني إيه؟ مثلا اللي بيكره الخمرة مهما تعرض عليه من أنواع يرفض الخمرة. اللي بيكره التدخين مهما يعني تضغط عليه يقول لك أبدا ما أحط السيجارة في بوقي. اللي بيكره الخطية هكذا. يوجد من يكره خطية معينة ولا يقع فيها، لكن يتساهل مع خطايا أخرى. ما هو الشيطان مجرد ما يوقعك في خطية الدنيا بتبقى خربت، الدنيا بتبقى خربت. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. طيب عايزين نعرف ازاي نكره الشر، ايه الخطوات اللي تخليني اكره الشر؟ اول حاجة بالتعليم الروحي السليم. احنا بنيجي الاجتماع بنسمع كلمة ربنا، انت بتقعد في البيت بتقرأ القطمارس، بتقرأ الكتاب المقدس. هنا كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والعظام ومطهرة الأفكار القلب ونياته. يبقى كراهية الشر تأتي بالكتاب المقدس، بقراية الكتاب المقدس، بقراية كلمة ربنا، بحضور اجتماعات الوعظ، بسماع العظات. ممكن المسيح لما قعد مع التلاميذ قال لهم ايه؟ قال لهم انتم الان انقياء خلاص، خدتوا نقاوة بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى نكره الشر نمرة واحد بالتعليم الروحي والكتاب المقدس. نمرة اتنين بما تسببه الخطية من مرار وعذاب. يعني ايه؟ يعني بطرس الرسول لما أنكر المسيح يقول لك بكى بكاء مرا، بكى بكاء مرا. ده مرارة الخطية. هل يقدر يخطي تاني؟ يقدر ينكر المسيح تاني؟ ده لما طلبوا انه يصلبوه اتصلب منكس الرأس، قال انا ما استاهلش اتسلب زي سيدي، لا اصلبوني مقلوب كده. يبقى كراهية الشر يأتي بالكتاب المقدس، قراية الكتاب المقدس كلمة ربنا والتعليم الروحي، تأتي بسبب المرار وعذاب الضمير. الإنسان اللي ضميره حساس يكره الشر. مريم القبطية كانت بتسقط شباب كثيرين، وكانت عايزة تروح القدس علشان تزاول مهنتها خطيتها، وهم داخلين كده في كنيسة من الكنايس كان في صورة للست العذراء، كلهم بياخدوا بركة الصورة، وهي جت عند الصورة ورجليها اتسمرت مش قادرة تتنقل، زي ما تقولوا رجليها اتشلت. عارفين ايه يعني ايه اتسمرت؟ يعني كأنها واقفة كده ومدقوق مسمار في الأرض في رجلها. فبكت بكاء مرا وكرهت الخطية وكرهت الحياة اللي كانت عايشاها، وعاشت حياة التوبة والنقاوة.